خلاص وأخيرا حق أحمد بيجي. احنا في التوقيت قليل جدا هنشوف تفاصيل وإن العروسة اللي اسمها هبة وهي بتمثل الجريمة حرفيا. اكتشفنا تفاصيل جديدة في التحقيقات، ولأن الأخبار بتيجي أول بأول عن المسؤولين عن القضية، فإحنا بننقلها لكم بصورة بسيطة. مش بس كده، الناس اللي قالت لي فين التقرير الطب الشرعي اللي طلع بخصوص الحمل، واللي طلع بخصوص ان في شريك، واللي طلع بخصوص ان القتل كان عمد. كل ده هجيبه لكم دلوقتي وبدلايل، وهسيب لكم رابط في اول تعليق هتلاقوا الصور واضحة فيه. في الاول صلوا على النبي. طبعا احنا اخر حاجة كنا اتكلمنا فيها بان في طرف تالت في الموضوع، في شريك في الموضوع. وناس قالت لي مين اللي قالك كده، قلت لكم كان في تقرير انا سايبه لكم في الفيديو، ولانه كانت الصورة مش واضحة حاولت ان انا اجيبه لكم تاني قدامكم بصورة واضحة. واللي عايزينه اكتر هسيب لكم الرابط هيوجهكم على الصفحة الخاصة بيهم، هتلاقي التقرير وكل التفاصيل موجودة هناك. المهم ان احنا بعد التقريرات اللي طلعت قلت لكم اخوات احمد طلبوا التحليل دي ان ايه بعد غيابها 20 يوم عن البيت، وان هم شاكين في نسب الطفل. هي بنفسها قالت شيماء، قالت من بعد اللي هي عملته هي غابت 20 يوم، احنا ما كناش نعرف هي كانت فين. فلو بعد اذنكم احنا عايزين تقرير الطب الشرعي اللي يثبت ده ابن اخويا ولا لا. وده فعلا اللي حصل، وللأمانة وللمصداقية الابن طلع ابن أحمد تمام ومفيش أي مشكلة. تاني تقرير طب شرعي طلع لما أنا قلت لكم إن مستحيل هبة تقتل واحدة، مستحيل واحدة تكون حامل، مستحيل وهي مش قادرة تتحرك، بيتها ما كانش نضيف، وإن هي ما كانتش بتعمل الأكل، وإن هي لما جم يشوفوا بيتها لقوا ان هو مبهدل ومكركب، وان هي مش بتقدر ان هي تروق الشقة بسبب الحمل، وان هي قاعدة ليل ونهار على التليفون، والتليفون ده الدليل القاطع اللي كشفها في الاخر بالفيديوهات والسكرينات والتسجيلات اللي هي حاولت تمسحها يوم الواقع. طيب ركز معايا وانا هقول لكم لتاني نقطة، ان انا قلت لكم ان كان في شريك في الموضوع وانتوا قلتوا لا، وفي ناس هجمت في الكومنتات وقالوا ما فيش حاجة من دي وما فيش تقرير طب شرعي طلع. اكتشفنا في الاخر ان الشخص اللي بيكتب الكومنتات هو شخص حقيقي تبعهم وبيدخل يدافع عنها باكونتات فيك، هو الشخص ده تبعهم وبيدخل باكونتات فيك. فبلاش تخلي الاكونتات او الكومنتات السلبية تسوحك، ركز في الموضوع وانت عندك عقلك تحكم بيه. المهم ان بعد التقرير التاني اللي طلع ان في فعلا حد كان موجود في المكان قبلها، كان في تقرير طلع ان هبة قصد القتل، وان هي الخبطة اللي عطتها له كانت عارفة هي رايحة فين، والخبطة اللي واخدها في دماغه كانت مقصودة في اتجاه القتل. كمان بالإضافة ان انا قلت لكم ان ازاي هي هتضرب الخبطتين دول في نفس التوقيت، وقلت لكم برضو ان الخبطتين كانوا متعمدين لإنهاء حياته، وقلت لكم ان التقرير الطب الشرعي طلع ان الخبطتين متاخدين في نفس التوقيت، ولو يكن الاتنين مثلا يعني مثلا في نفس الساعة 8 ودقيقة، 8 ودقيقة واخد الطعنة في صدره، 8 ودقيقة واخد الطعنة في راسه، يعني الاتنين كانوا بنفس التوقيت. وهبة بما انها حامل وما كانتش بتقوم تشوف طلبات بيتها، فمستحيل ان هي القوة تحضر عندها في التوقيت ده لحاجة زي دي. طب تيجي بقى نشوف الجديد بقى اللي هيخلف كل ده ويخليك تصدق ومقتنع ان فعلا هبة كان معاها شريك، وبالإضافة كده ان هي كان في علاقة ما بينها وما بين حد انتوا نفسكم شكيتوا فيه وكتبتوا لي اسمه كتير في الكومنتات. وفي ناس لحد دلوقتي بتقول احنا متأكدين فلان هو الشريك، لان هو الوحيد اللي طلع وبيدافع عنها وبيحاول ان هو يكذب اخوات احمد. طيب خلينا ناخد التقرير من بدايته. التقرير اللي قال في اخر التوقيت اللي احنا فيه ان اخر حاجة حصلت ان اثناء تفتيش تليفونها لقوا فعلا ان هي كانت متعمدة القتل. وطبعا زي ما احنا شايفين ان احنا الفترة دي اي حد بيعوز ينهي حياة اي حد بيستعين بشات جي بي تي، بيدخل يقوله ازاي اتخلص من شخص وازاي اقدر ان انا اخرج من الجريمة. وده اللي انا برضو قايله لكم، لو ترجعوا كده لو كنتم متابعين فيديوهاتي الاولانية بخصوص احمد عريس المرج، انا قلت لكم ان هي تبعت كل القواضي، عشان كده هي بتحاول تقول المبررات بتاعتهم اللي خرجتهم من القضية. الاولى ما كانش قصدي اقتله، التانية كنا بنتخانق على الغدا، التالتة كان هيقتلني وكنت بدافع عن نفسي، الرابعة وانا بزق السكينة جت فيه بالغلط،
وأنا حاولت أسعفه وما قدرتش، وحاجات من دي كتير. فأنتوا قلتولي بس اللي فاتوا دول حقيقيين. هي هنا مش قصدها حقيقية ولا لأ، هي قصدها إن هي عايزة تخلص من حياته وفي نفس الوقت تخرج من الموضوع زي الشعرة من العجين. المهم إن هو أثناء تفتيش موبايله اكتشفوا فعلا إن هي عاملة سيرش مع شات جي بي تي، وإن هي عمالة بتسأله وهو بيرد عليها إزاي تقتل شخص من أول طعنة، إزاي تخلص منه في ثانية إلا ثانية وتداري جريمتها، إزاي تخرج من الجريمة وتاخد عقوبة قليلة، وتفاصيل كتير لقوها على تليفونها بيدل على إن فعلا إن هي كانت متعمدة القتل. وكان أول ما اتقبض عليها أول تقرير طلع هو إن هي كل أقاويلها كذابة، إن هي عمالة بتقول ادعاءات ما يعني مبين جدا من الموضوع ما حصلش. يعني كانت بتقول أصل جه من بره دخل على طول على المطبخ كان عايز ياكل، فتتسأل ازاي دخل على المطبخ وهو كان مقتول عند الحمام. طب ازاي دخل على المطبخ والشاحن على التليفون والتليفون على الشاحن؟ طب ازاي دخل على المطبخ على طول وكان في ازازة زيت على الرخامة؟ فبدأوا يعرفوا ان هي بتكذب، فادوها فرصة تانية. قالت ان هو كان بيتخانق معاها عشان ما عملتش الاكل، وكانت بتدافع عن نفسها وكلمة منها على كلمة منه، فتعصب فحاول يقتلها، فحاولت ان هي تلف السكينة فتقتله. كل ده فين يا بنتي؟ قالت في المطبخ وانا بحضر الاكل. جه قال لي هو انت لسه ما خلصتيش؟ واتخانقنا وحصل اللي حصل. قال لها ازاي وهو مقتول عند الحمام واخته لاقياه عند الحمام؟ وبعديها لما وقفت في الشباك وصرخت جابت حد يحركه معاها في الصالة. فالكلام ده غير ده. فرصة تالتة قالت اصل انا حامل وكنت متضايقة فمعرفش ايه اللي حصل، بس انا ما كنتش اقصد اقتله. رغم كل ده لسه التفتيش حواليها. واخر حاجة هتحصل كاميرا الشارع هيتفرغ الكاميرات بتاعته وهيجيبوا الشريك منه صوت وصورة، يعني هيجيبوه حرفيا وهو داخل وهو خارج. اخر حاجة بتثبت كلامنا وهو فعلا كان في شريك في القضية، وهي ان هي كانت بتخرج بشنطة الايد بتاعتها فيها هدوم داخلية زي ما واضح عندكم في الصورة. ايه اللي يخلي بنت تخرج من شقة جوزها شايلة هدوم خاصة بيها؟ هتغيرها فيه؟ يعني معروف ان البنت بتلبس الحاجات ديت يا في بيت اهلها يا في بيت جوزها، انما ان انت تبقي خارجة رايحة عند صاحبتك رايحة عند حد من قرايبك، إيه اللي يخليكي تشتري في شنطتك هدوم زي دي؟ طبعا الهدوم هتظهر قدامكم دلوقتي. واخته بتفتح الشنطة اتفاجئت هي والمذيع ان هي ليها هدوم داخلية، وبس مش بس كده، ده كمان في مكياج ليها موجود في قلب الشنطة زي ما الصورة واضحة قدامكم. ايه اللي يخليكي تخرجي من البيت شايلة الحاجات دي معاكي الا اذا انت كنت بتروحي في حتة مش تمام؟ وده اللي التقرير الطبي الشرعي برضه طلعه، ان هي في حياتها طرف تالت. يعني عايزة اقول لكم اي حد لسه مش مصدق ان هبة كانت متعمدة القتل وان هي معاها طرف تالت في الموضوع وهو اللي بيطلع وبيحاول يدافع عنها لحد اللحظة دي، هو نفسه اللي هيتمسك قريب. عايزة اقول لكم انتظروا الايام اللي جاية، كلها ساعات قليلة والتقارير الجديدة هتطلع لنا، والتفاصيل بتاعة القضية والتحقيقات الجديدة هتطلع لنا على الساحة، وهتثبت فعلا ان هبة وان احنا كان عندنا حق، وان هبة مش مظلومة، وان هبة اللي قتلته. وهنشوف تفاصيل جديدة ومن اهمها تمثيل الجريمة. الكل عايز يعرف ايه اللي خلاها تقتله. طب ايه السبب اللي خلاكي تقتليه؟ هل انت متجوزاه غصب عنك او ان اهلك غصبوك عليه؟ طب انت كنت بتحب الشخص التاني اتجوزتي احمد ليه ما طلبتيش الطلاق؟ وليه لما طلقك ما مسبتهوش ومشيتي وقلتي يا فكيك بما انك مش عايزة تعيشي معاه وان انت عايزة تتطلقي او تخلصي منه؟ ما هو كان مطلقها قبل كده بعد 15 يوم من الجواز. ليه ما اخدتيش هدومك ورحتي قعدتي عند اهلك او رحتي قعدتي عند شريكك التالت بما انك بتحبيه وكنت بتروحي له؟ فايه الفكرة ان انت تقتليه بدل ما خلاص تتطلقي؟ كمان عايزين نعرف انت ازاي دخلت الشخص ده وازاي عرفتي تخرجيه. يعني احنا مثلا هنقول ان انت خرجتيه وبعد كده صوتي وناديتي لاخته. طب ما اخته كانت فاتحه الباب تحت، وده حسب كلامها، وان هي شافت اخوها وهو طالع وقالت ان هو طالع كويس جدا. لما هبه بدات ان هي اول حاجه تقولها ان هو جاي من بره متعور، اخته قالت لا ده كان طالع على السلم وانا شفته وكان كويس جدا وكان في ايده ازازه الزيت. يبقى من هنا هي مش هتعرف تخرجه. طيب طلع من على السطح، طب واخته شيماء بتنادي لحد يجي يسافر، محدش شاف ان في حد على السطح؟
فمن هنا احنا عايزين نعرف باقي التفاصيل، وده اللي احنا هنشوفه في التحقيقات الفترة الجاية. يعني احنا خلاص في نهاية القضية، وحق احمد هيجي، واي حد بيفكر يعمل اي حاجة مش شات جي بي تي اللي هينقذك، ومش شات جي بي تي اللي هيديك التفاصيل كاملة، لان كل جريمة بتسيب دليل. ان ربنا لما بيريد ان انتوا تقعوا في شر اعمالكم بتقعوا فعلا بشر اعمالكم، مهما حاولتوا ان انتوا تداروا على الجريمة، او مهما حاولتوا ان انتوا تجمعوا التفاصيل. يعني هي جمعت تفاصيلها بان هي قتلته، والخبطة بتاعت السكينة اللي هو حتى لو هو شاف الشريك اللي كان موجود فهو ما يقدرش ان هو ينطق، بدليل ان هم اداله طعنات، وهي لما بحثت شافت انهي طعنة في انهي اتجاه بالظبط اللي بيسبب للوفاة. وبرضو حسب الخبطة اللي خدها في دماغه ده كان من اختيار شات جي بي تي. وسابق وسمعنا قبل كده ان شات جي بي تي كان مساعد حد ان هو ينتحر ويخلص على اولاده، ده كانت قضية من فترة. فمهما حاولت ان انت تداري، او مهما حاولت ان انت تدرس الجريمة اللي انت بتفكر تعملها، اعرف ان ربنا ما بيسيبش حق حد، وعمر ما حد دمه هيروح هدر. وصلنا نهاية الفيديو، اشوفكم في تفاصيل جديدة، مع السلامة.